العنزي على الطرف الايسر يحاول المرور، فهد يلعب عرضيه خطيره للكويت، راسيه والكره الى يد علي خصيف، راسيه جميله من جانب يوسف ناصر على الطرف الايسر. فهد يمر وينقل كره في هذا المكان لعبد العزيز المشعان. الان عبد العزيز مر الكره لبدران، بدران عرضيه خطيره، هدف التعادل للمنتخب الكويتي، الهدف الاول عفوا قبل التعادل. نعم هدف جميل جدا وبراسية يوسف ناصر، العرضية من بدران وبراس يوسف. الله على المباراة الجميلة والمثيرة في الشوط الأول، هدف جميل للكويت كابتن إبراهيم. أصبحت وبالتالي من الممكن أن نشاهد هدف تعادل في شوط المباراة الأول. الآن خطيرة لبدران، بدران الله، جول جول جول، هدف تعادل الكويت. الله يا بدران، هدف جميل وقذيفة صعبة جدا على علي خصيف. الله على المباراة، الله على المباراة، والله على روح لاعبي الكويت، الله على روح لاعبي الكويت. هدف تعادل، المنتخب الكويتي لم يفقد الامل، عاد للمباراة بسرعة. هذه هي روح وشخصية اللاعب الكويتي كابتن ابراهيم. عمر عبد الرحمن ويستفيد من علي مبخوت في منطقة الوسط في عملية التمرير، هذه المساحة لابد وان تغلق، والان نشاهد فعلا في كثافة عددية. بدران يلعب كرة عرضية لكن ايضا التغطية موجودة، والكرة تمر عند علي خصيف. سجل من الكرات الثابتة مع الكويت ومع القادسية ومع نادي العروبة في السعودية الذي يلعب لها مساعد ندى في هذا الموسم. خطأ موجود في مكان خطير ومساعد في خطأ، يسدد خويه، الله كرة جميلة جدا لكن مرت سليمة على مرمى علي خصيف، مرت سليمة على مرمى علي خصيف. مساعد حط الكرة بشكل أكثر من رائع لكن اصطدمت في الشبك الجانبي